اول فلوس انا عملتها اونلاين. انا فاكر الفرحه بتاعت اول فلوس اصلا، اول جنيه دخل لي حتى اونلاين، عن طريق ان انا كنت بجيب اصلا كتب. كان في حد كان بيبيع كتب في الشارع رديئه جدا، الكواليتي بتاعتها زي الزفت، وكنت انا بنزلها على الانستجرام بتاعي عندي في الستوريز واقول لنفسي الكتب دي بتتباع على امازون. يعني انا مثلا معايا كتب، والكتب دي يا جماعه بتتباع على امازون مثلا بسعر فلاني، كان بسعر حوالي 150 جنيه، والراجل اصلا التاجر اصلا بيبيعها بحوالي 20 جنيه، وانا قمت منزلتها ب 100 جنيه وعملت خصم 30%. واخدين بالكم؟ فاهم القصه؟ موجوده على امازون اوريدي ب 150 جنيه عند التاجر اللي انا اشتريت من عنده كانت موجوده ب 20 جنيه، وانا بعتها ب 70 جنيه. يعني انا كسبت 50 جنيه. دي اول فلوس عملها لي اونلاين. انا عايز اقول لك ان الفلوس دي انا اصلا انا اصلا كنت الدليفري، يعني انا اصلا كنت انا الدليفري لان واحد صاحبي هو اللي اشترى مني الكتاب. دي اول فلوس انا عاملها لي اونلاين. انا اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه فودافون كاش اصلا. تخيل، انا كنت صغير، فودافون كاش ايه؟ اول مره في حياتي اعمل فلوس اونلاين. تخيل لما تكون انت في سن انت مش مصدق ايه فلوس اونلاين دي. 50 جنيه عملتهم من بيتك. الموضوع جامد جدا. وساعتها الموضوع بدأ يكر بقى، عن طريق ان انا بعد كده ايا كان بقى بيزنس موديلز انا فتحتها بقى، سواء بقى ان انا فتحت وكاله اونلاين دخلت منها فلوس، كنت بدي كورسات للجامعات دخلت منها فلوس، اي حاجه اشتغلت شويه في التجاره بس حاجات لها علاقه بالفيسبوك دخلت منها فلوس، اشتغلت حاجات كتير جدا. بس كان اساسها ده. يعني انا اساسها لو انا ما كنتش دخلت اول فلوس ليا اونلاين ما كنتش هشتغل في الحاجات دي اصلا. فعشان خاطر ما اطولش عليك، اعمل لايك اهم حاجه. انا عايزك تعمل اول مش الدرجات دي يعني يا جماعه، انتوا بص الجنيه، اول 50 جنيه، ايه، اول دولار اونلاين في خلال 72 ساعه. يعني انتوا كده كده خدتوا الاجازه بتاعتكم كلكم، سواء انت بقى طالب ولا مش عارف ايه، ما عدا بتوع الثانويه العامه، خدت الاجازه بتاعتك. اعمل اول فلوس ليك اونلاين. جرب. جرب. ايه، انا هتعصب في جرب يا جماعه، صح؟ خش يا باشا، اي حاجه بقى، اي حاجه. تعرف بقى صاحبك يوتيوبر، فانت قلت له مثلا ما تبعتليش انا، ما تبقاش ده الغباء ده يا جماعه، صح؟ صاحبك مثلا ان يوتيوبر معين فبيعمل مثلا فيديو اديتنج، فقول له مثلا هعمل لك اليوتيوب شورت، هعمل لك مثلا اتنين ب 50 جنيه، اي حاجه. بص، اي حاجه انت ممكن تطلع منها فلوس اونلاين. ال 72 ساعه دول انا عايزك تطلع منهم 50 جنيه، اللي هو بما يعادل اول دولار ليك اونلاين. لان انا عايزك تكسر الحاجز ده. طب يا مهاب، انا مش عارف ابدا من فين. مش عارف ابدا من فين. هي دي الفكره. هي دي الفكره. انا عايزك تفكر. انا ما اعرفش على فكره، انا ما اعرفش دروب شيبينج ومش والعبط، انا ما اعرفش الحاجات دي على فكره. انا اعرف يعني ايه فلوس تتحول لك من اونلاين، من اي حد، تخش لك فودافون كاش او تخش لك باي بال ولا ايا كان. ماني ان انا اعرف يعني ايه فلوس بتدخل. تقول لي بقى دروب شيبينج، تقول لي بقى تريدنج، تقول لي بيع زلط، انا ما اعرفش الكلام، انا ما اعرفش الحاجات دي اصلا. انا اعرف يعني ايه ادخل فلوس من اول الراجل ده تخش لي انا كاش في جيبي. اتشقلب. اتشقلب. هتلاقي اي بزنس موديل في الدنيا اتشقلب. انا عملت دروب شيبينج؟ لا. بس انا لقيت مثلا ان انا مش معايا مهاره اونلاين. مش معايا مهاره اونلاين، اعمل ايه؟ ومحتاج اشتغل فريلانسر. طب ما تشوف حد قبل اصلا بقى حته بقى دروب سيرفيسنج بقى والعبط. ما كانش في حاجه اسمها اصلا دروب سيرفيسنج، صح؟ ما كانش في حاجه اسمها كده اصلا. انا كان في زمان من كام سنه مفيش كانش في حاجه اصلا اسمها دروب سيرفيسنج. هات يا باشا حد اوريدي متعلم المهاره دي واعمل معاه ديل. اعمل معاه ديل. كان فيديو اديتور، عملت معاه ديل، هنظبط مش عارف ايه، هنعمل دقيقه بسعر كذا، وانا افضل اروج وافضل ابعت ايميلات 50 ايميل في اليوم، 50 ايميل في اليوم، 50 ايميل في اليوم. بعت على مدار اسبوع 350 ايميل، في منهم حتى على الاقل ثلاثه ردوا عليا، عرفت اقفل منهم ديل في اسبوع. حافظت على الكلاينت ده، الكلاينت ده يفضل يدفع لي كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع، هعمل نفس الطريقه عشان خاطر اجيب كلاينت تاني. الموضوع مش سهل، الموضوع سهل. الموضوع سهل جدا. انت عشان خاطر انت ما لعبتش اللعبه، انت عمال شايف اللعبه من بره. يعني هتخيل معايا لو في فيديو جيمز مثلا وانت متخيل عمال تشوف تسرش تسرش تسرش، انا مش عايزك تسرش، عايزك تجرب. جرب. النهارده بتاريخ ايا كان الوقت اللي اتفرجت عليه في الفيديو، خش على جوجل كالندر او على ستوب واتش ولا اي حاجه، 72 ساعه من دلوقتي، دلوقتي حالا. وخليك راجل، يعني خليك قد ما تتفرجش على فيديو، اوه فيديو حلو مش عارف ايه العبط ده. انا بكلم امي في الفيديو يا جماعه، انا بكلمك انت، انت لشخصك. اعمل اول فلوس ليك اونلاين. انا عايزك تعمل اول فلوس ليك اونلاين وتبعتها لي. وابعتها لي. وانا منزل فيديوهات بالعبيط اللي ليها علاقه بالبيزنسز، بس انا مش عايزك تتفرج عليها دلوقتي، انا عايزك تتشقلب واعمل فلوس. انت بقى تعرف بقى يوتيوبر اونلاين، فانت ممكن تبعت له انك تعمل مثلا فيديو اديتنج الريل ولا اي حاجه، بص اتشقلب.
اتشقلب واعمل فلوس اونلاين دلوقتي. اول 50 جنيه ساعتها، بعد كده نبدا ساعتها بقى نبدا نتفاهم مش عارف ايه والاخ يا اخ ومش عارف العبط ده. ساعتها نبدا نتفاهم. طيب يا مهاب انا عايز احجز معاك في الكورسات، انا كده كده بدي كورسات. وعلى فكره انا ما فيش حاجه اسمها في الدنيا ان انا اعلم حد دروب شيبينج ولا العبط ده. انا اذا كان انا شخصيا ما عملتهاش. هو انا شخصيا صرفت جنيه في البيزنس بتاعي؟ عمرها اقسم بالله ما اتصرف جنيه في اي بيزنس موديل زي ما فتحتها. انا بفكر بفكر دايما. ادي كورسات، تعالى اللي الناس دي عندها مشاكل مثلا في ان هي مش عارفه تدرس، او مثلا عندهم الاساسيات واقعه، تعالى نديهم كورسات. دروب سيرفيسنج انا مش معايا مهاره بس جروبات الفيسبوك كتير جدا اللي انا ممكن ابعت فيها الناس تانية. لقيت حد عامل لايك على بوست على الفيسبوك وبتبعت له، حد كاتب كومنت وبتبعت له، وهكذا وهكذا. طب انت ما تعرفش حد؟ تعرف حد؟ يوتيوبر وهبديك نسبه. اتشقلب. انا كنت بتشقلب، وده اللي بعلمه للناس اونلاين. هو انت فكر الكورسات بتاعتي فيها حاجه، فيها بيزنس موديل معين؟ اقسم بالله ابدا. انا عامل جزئيه واحده بس ليها علاقه بالنيش، تطبق بينهم اي حاجه. انت بقى بتقدم بقى اونلاين كوتشنج، عايز تقدم كورسات، عايز تتشقلب في الحيط، عايز تبيع لي كتب في الشارع، هي نفس التمبلتس. ده اللي انا بعلمه. ممكن تنزل تحجز معايا، لان انا اخر ميعاد هقبل فيه نفر هيبقى يوم الخميس. هل بعدها هقفل اللينك؟ لا طبعا يا جماعه، هيبقى في حجز بس حلني. لو عرفت تتقبل لا حلني قوي، فاهم قصدي؟ وطبعا لو انت في ثانويه عامه ما تبعتليش، انت هتبعت في الفورم، هتملى الفورم. لو الفورم بتاعك كويس شيك، هخش انا ابعت لك واخش معاك كول. نفعت في الكول هيجي تجرب الكورسات لمده 24 ساعه. مش احسن من كده يا جماعه؟ وبعد ال 24 ساعه انت مش مطالب انك تشترك اصلا معايا في الكورس اصلا. انت بس بتجرب الكورسات، وبحدد لك ميعاد تقول لي فيه ولا لا، لان هو لو لا فانا هجيب حد تاني مكانك. يعني انت بحدد لك مثلا اليوم معين مثلا للدفع، وهكذا. بس اخر ميعاد يوم الخميس. يعني انت شفت الفيديو ده بعد يوم الخميس، كل سنه وانت طيب. اهم حاجه انك تبدا تطلع فلوس اونلاين، لان انا مش عايز الاجازه بتاعتك تضيع. زي ما لو انت ضيعت الاجازه دي ما عملتش منها فلوس اونلاين بجد، حتى لو 50 جنيه الاجازه كلها، اقسم بالله هتضيع الاجازه، هتضيع العام كله او السنه كلها منك انت. خدها مني انا، لان انا مجرب قبل كده.